الدفا كله في الفيديو ده. احلى حاجة تعمليها في الشتاء لزوم السقسقة جنب كوباية شاي بلبن كده. وبصوا بسم الله ما شاء الله الفايش الصعيدي بأحلى وأنجح طريقة وعلى أصله. يلا نشوف عملناه ازاي. وبكل بساطة وسهولة معايا كيلو دقيق وعليه معلقتين كبار سكر وكيس خميرة فورية بوزن 11 جرام ونص معلقة صغيرة ملح، وهنزل عليهم ب3 كوبايات من المية الدافية. وبسم الله كده هنبدأ نلم المكونات مع بعض ونعجنهم عجنة محترمة. وهنا العجينة بيكون قوامها طري وملزق كده زي ما انتوا شايفين، وكده اتعجنت وبقت ناعمة معايا. هديها دهنة زيت كده من على الوش وهغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي. وبصوا بسم الله ما شاء الله العجينة بعد ما خمرت اتضاعفت حجمها وملت البول. وهنا بقى هجيب معلقتين سمنة بلدي وهسيحهم وهبدأ كده أملس بإيدي في السمنة، ونبدأ نقطع العجينة لقطع متوسطة. بصوا لازم تملسي ايدك بسمنة بلدي كده علشان تاخد طعم جميل وكمان ما تلزقش في ايدك، لأن قوام العجينة بيكون طري شوية زي ما انتوا شايفين كده. دي أنجح طريقة فعلا تعملي بيها الفايش الصعيدي، ودي طريقة جدتي الله يرحمها. واذكري الله وصلوا على النبي في التعليقات، وما تنسوش طبعا يا حلوين تحطوا لايك ومتابعة على الفيديو. وطريقة تشكيلها بجد بسيطة جدا وما بتاخدش وقت خالص، يدوبك بكل بساطة وسهولة. وفي صينية بقى كده أو صاج تدهنيها دهنة برضو سمنة وترصيهم فيها وتسيبي مسافة ما بينهم، وكمان بدهن وشهم كده بالسمنة وأبدأ أبطط كده بالراحة خالص. تمام، وتبطيطة خفيفة يعني يدوبك كده. وطبعا هما لسه هيخمروا، فهشيل القطعة الزيادة ديت احطها في صينية تانية. تمام، واسيب مسافة ما بينهم كده علشان هما لسه هيخمروا كمان مرة بالشكل ده. ولازم تجربوها يا حلوين وتملوا البيت كله بركة ودفى، وبإذن الله هتنجح معاكي من أول مرة من بساطتها وحلاوتها. وهبدأ أغطيهم واسيبهم في مكان دافي يخمروا كمان مرة، وعلى فرن سخن بقى على أعلى درجة حرارة. أول ما يدخلوا ههدي النار للمتوسط كده. تمام، وهسيبهم بقى لحد ما ياخدوا لون من تحت. وأول ما ياخدوا لون من تحت هبدأ أشغل الشواية وياخدوا اللون الجميل ده وأطلعهم. وبصوا بسم الله ما شاء الله النتيجة ممتازة جدا جدا. ويا عيني على جمال الريحة وطعمها كده وهي لسه طالعة من الفرن بيكون حكاية. احنا كمان بنحبها ناكلها كده اول ما تطلع بجبنة، بتكون بجد طعمها جميل. وبتاخد وقت في الفرن حوالي ربع ساعة. وبصوا اول ما تطلع من الفرن لازم بقى نسيبها تبرد خالص علشان نبدأ كده نشرخها مع بعض ونقطعها. تمام، وبسكينة حامية بقى ابدأي قطعيها. وبصوا هشة جدا وبسم الله ما شاء الله، تضغطي عليها تطلع تاني مش مكتومة وناجحة بإذن الله من أول مرة. وأهم حاجة لازم يبردوا قبل ما تقطعيهم علشان ما يفرفتوش منك. وتبدأي ترصيهم بقى في صواني أو صاج الفرن مش مدهون أي حاجة، ويبدأوا بقى يخشوا الفرن علشان يتحمصوا والنار تكون هادية وياخدوا وقتهم وتطلعيه. وبص القرمشة والجمال، أحلى فايش صعيدي. لو عجبكم اعملوا لي لايك ومتابعة، قولي لي رأيكم في التعليقات.